ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. لو اول مرة بتشوفوني انا اميرة عمر. اهلا بكم. آه، الفيديو ده بسيط جدا، وهو ان ازاي اخلي بيتي مريح اكتر، عشان نفسيتي تبقى احسن، وعلشان كل اللي في البيت يكونوا مرتاحين وعينيهم مرتاحة للي شايفينه. شوية حيل بسيطة ممكن نعملها تزود الراحة في البيت وتزود جمال البيت وأناقة وشياكة البيت. أول حاجة كده، آآ الجدران بتاعة الشقة. الجدران بتاعة الشقة مهمة جدًا. لو الجدران نضيفة خصوصًا، آمم تقابل الحيطة مع الحيطة اللي هي آمم الحتة اللي بتبقى في النُص دي، دايمًا لو عيني جات على المناطق دي نضيفة، ما فيهاش شخبطة، ما فيهاش أي أوساخ أو أي حاجة، ده بيفرق جامد جدًا في الشكل العام. شكل الحيطان الناس تقدر تغيّره بحاجات. البيوت اللي ما فيهاش إمكانيات أوي، دي حاجة أصلًا عادية جدًا. وكتير من أهالينا البيوت يعني ما بتبقاش برضه perfect أوي. في ناس بتحط ورق حائط، وفي منه اللي هو مثلًا السادة بس مُريح للعين، وفي منه اللي هو زي شجر كده برضه بيكون كويس ومُريح للعين. أهم حاجة التنسيق. إني مثلًا ما احطش حاجة فيها مشجّرة مثلًا في حتّة أصلًا إيه، مش لايق عليها، ما نحطش حاجة سادة في حتّة مش لايق عليها. أهم حاجة التنسيق. في ناس بقى عندها القدرة إن هي مثلًا تدهن كل فترة الجدران، دي بتبقى حاجة جميلة، وفي ناس أصلًا بتعرف تعمل ده، ستات بيوت بتعرف تعمل ده، فدول شطّار وعظمة يعني. فشكل الجدران بيخلّي مثلًا إن الأوضة بتاعتِك فيها روح. يعني الأوضة بتاعتِك فيها روح، طول ما أنتِ شايفة شخبطة وبهدلة على الحيطان عمرِك ما هتبقي مرتاحة. تاني حاجة معانا هي وجود الزرع في البيت. وجود الزرع في البيت بيفرق جدًا. الناس اللي تقدر تعتني بالزرع وعندها مساحة فاضية في البلكونة مثلًا، وتقدر تعتني بيه وعندها صبر كده وطولة بال، تهوية كويسة، تجيب زرع طبيعي. طب ما فيش زرع طبيعي ومش هاقدر عليه، الزرع الصناعي مالي كل الحتت بقى دلوقتي. تقدري تجيبي زرع صناعي وتحطيه. أهم حاجة إنِّك ما تكربسيش منطقة مليانة زرع كتير، يعني هنا زرعة وهنا زرعة وهنا زرعة جنب بعض مش هيدّوا شكل حلو. هي زرعة كده في كل مكان تدّي شياكة، ودايمًا البساطة بتبقى أحسن حاجة. فالزرع مفيد جدًا للمنظر العام يعني. تمام؟ ده الكركبة يا جماعة. الكركبة في الشقة عمومًا، لو عيني شايفة كركبة دايمًا وشايفة حاجات هنا وهنا وهنا ولبس هنا وهنا وهنا، أنا عمري ما هاكون مرتاحة. آمم، كنا اتكلمنا قبل كده إن لو ابتدينا نشيل الحاجات، أول ما عيني تقع على حاجة أعملها، أول ما عيني تيجي على حاجة أشيلها أحطها في المكان المخصص ليها، ده بيفرق كتير. فالكركبة. آمم، كمان مثلًا تنظيم الدواليب بتاعتي. يعني مثلًا أغلبيتنا عنده الدولاب اللي هو الجرار ده، فطول ما هو مفتوح كده قدامي أنا عيني برضه ما بتبقاش مرتاحة. والله ده أنا حتى لو مطبّقة الدولاب ومضبّطاه عيني ما بتبقاش مرتاحة. غالبًا لمّا بنقفل الدواليب بيبان الشكل أشيك وأروق. طب الناس اللي دايمًا بتحط الحاجات جوّه باسكيتات كده، آآ في حاجات اللي هي بتبقى مقفولة دي ومش مبينة الحاجة، أنا بانصح بدي أكتر حاجة. يعني أنا دايمًا بانصح بالحاجة تكون مقفولة ومش باينة. طالما أنا عارفة هي جواها إيه خلاص. مش شرط بقى تكون حاجات كلها مفتحة وكلها قدامي، طب أنا استفدت إيه؟ فنحاول ننظم الدنيا على قد ما نقدر. آمم، اللبس في مكانه، الشوزات في مكانها، آمم، الmakeup في مكانه، آآ، ألعاب الأولاد كمان في مكانها. حاجات بسيطة بس بتفرق كتير. نقطة تانية يا جماعة، تهوية الشقة مهمة جدًا. لو أنا عندي شبابيك في الأوض بافتحها برضه، يعني مثلًا كل يوم أو حتى يوم ويوم الشقة تتهوى، ريحة الأوض تبقى أحسن. أكيد أي حاجة أنت مُعرّض لأي حاجة تحصل. كلت أكلة في أوضة، المفروض إن أنا باهوي الأوضة. أي حاجة بقى، حتى نومنا في الأوضة دايمًا بيخلّي إن الأوضة محتاجة تتهوى. التهوية مهمة جدًا. لو عندك بلكونة افتحها خلّي الهوا يخش كده ويتجدد، دي بتبقى حاجة لطيفة خالص. تمام. فالتهوية مهمة جدًا، 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 خصوصًا لو البيت برضه فيه أطفال وكده،
وفرق كتير ولعب كتير وكده، لأ، يبقى أهوّي الشقة، أهوّي الشقة. طيب ما البلكونة هتدخّلي تراب، وعلى فكرة أنا من الناس اللي بتشتكي من الpoint دي، إن دايمًا البلكونات والشبابيك عندي بيدخّلوا تراب، بس دايمًا كده بييجي لي وقت اللي هو لأ، أنا هافتح وبعد كده بقى يبقى في نضافة، يعني أروّق بقى، أمسح التراب، المهم إن الشقة تتهوى. فدي مهمة جدًا، جدًا حتى للصحة العامة. نقطة آآ أخيرة ومهمة، الإضاءة، هي الإضاءة بتفرق جدًا. آمم لو إضاءة الشقة كويسة، يعني مثلًا الreception مثلًا، آآ اللي هي الحتة اللي بنقعد فيها، أو حتى لو الضيوف بيقعدوا فيها، الإضاءة لازم تكون كويسة وعالية وما ما ت ما ت إيه، ما تعملش العين. أنا شخصيًا أنا باحب الإضاءة الهادية، باحب دايمًا قاعدة إضاءتي هادية وباشرب حاجة في جنب، أنا من الناس دي. بس خلاص جاي لي ضيوف، لأ هاعلّي الإضاءة وأضبّط الدنيا. أوضة النوم برضه إضاءتها لازم أنا رخمة، أوضة النوم لازم برضه الإضاءة فيها تكون كويسة وكده، الإضاءة بتفرق جدًا، تمام. وما فيش مانع مثلًا من إن يكون في أباجورات تتقاد بالليل وقت النوم، بتتفرّجي على فيلم هادي كده فمهدية الدنيا حواليكِ. في ناس بتعمل حاجات LED كده في الأوض بتدّي آمم شياكة كده وأناقة في أوقات معيّنة مثلًا هاديين ونايمين والكلام ده، تمام. آمم أمّا مثلًا قاعدين في living أو كده، لا الإضاءة تبقى حلوة، حتى لو بنتفرّج على حاجة عينينا ما توجعناش، فالإضاءة بتفرق جدًا، جدًا، جدًا. وأنا دايمًا أقول إن أهم حاجة في الشقة ريحتها، آمم النضافة حلوة جدًا، وريحة الشقة آآ طول ما هي حلوة أنتِ نفسيتِك بتبقى حلوة. هنبقى نعمل فيديو قريب أوي، إزاي دايمًا الشقة تكون دايمًا ريحتها حلوة بحاجات بسيطة أوي، وكمان منها موجود في البيت، فمش هنضطر إن دايمًا يكون عندنا معطرات غالية أوي. فريحة الشقة مهمة جدًا، جدًا يا جماعة، بحاجات بسيطة أوي. الناس اللي بتستخدم بخور، الناس اللي بتستخدم معطرات عادية، آمم والله أنا مثلًا لمّا المُعطِّر بيخلص، عارفين المُعطِّرات بتاعة الملابس باحطها في مَيّة وعادي ممكن أمسح بيها الشقة، الناس اللي عندها Dettol تستخدمه، الناس اللي لسه بتستخدم فينيك تستخدمه يا جماعة. أهم حاجة إن الشقة تكون نضيفة وريحتها حلوة. قريب أوي هنعمل فيديو إن إزاي الشقة تكون ريحتها نضيفة دايمًا وبمكونات بسيطة جدًا، جدًا، جدًا. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة ودعموني علشان دايمًا أعمل لكم كل جديد. باي.